يا سندريلا وكل المشاهدين بتحكي عن قصة البومة الكسلانة. البومة الكسلانة؟ مين البومة الكسلانة؟ يلا يا صحابي بينا عشان نعرف ايه البومة الكسلانة. يلا يا سندريلا. كان في يا سندريلا شجرة وكان عايش عليها بومة، وكان في جنبيها شجرة كمان، وكان عايش على الشجرة دي نقار خشب اللي هو بيبقى عصفور ومنقاره طويل وبيفضل ينقر في الخشب لحد ما يعمل بيت لنفسه فيه. يا ترى ايه اللي هيحصل يا سندريلا؟ يلا تعالوا نشوف. كان يا اصحابي نقار الخشب ده يفضل ينقر في الشجر ويرتاح شوية، ينقر في الشجر ويرتاح شوية، لحد ما في يوم من الايام خلص العشة بتاعته الجميلة اللي هي جوه الشجرة. وكان بيطلع من اول ما الصبح يجي يا سندريلا لحد ما الليل يجي ويروح تاني للعش بتاعه. فراحت البومة اول ما شافت العش بتاع العصفور الجميل ده قالت الله، انا عايزة واحد زيه، بس انا كسلانة ومنقري كده هيوجعني لو عملت واحد زيه. اعمل ايه؟ انا جاتلي فكرة، انا اروح اقعد في بيت العصفورة من اول ما الشمس تطلع لحد ما الشمس تغيب، وهي بتكون بره ومش هتحس بحاجة. وكانت يا صحابي يا سندريلا والبومة بتدخل جوه العش بتاع العصفور وتفضل نايمة فيه لحد ما الظهر يجي وتقوم وتروح راجعة تاني للشجرة بتاعتها. والعصفورة نقار الخشب يجي يلاقي البيت بتاعه متبهدل والبيت بتاعه متاكل كمان، ويقعد يزعق ويعيط ويقول مين اللي قاعد في بيتي؟ مين اللي قاعد في بيتي؟ يا ترى يا صحابي نقار الخشب هيعرف مين اللي عاش في بيته؟ يلا بينا نشوف. اللي طلع يا صحابي ان هو لما العصفور نقار الخشب طلع تاني جت البومة عشان تقعد زي كل يوم. اللي حصل ان كان في مجموعة كبيرة قوي من النحل كانت مش لاقية مكان تعمل فيه الخلية بتاعتها، وقالت احنا ممكن نقعد في البيت الكبير اللي هو في الشجرة ده ونعمل فيه الخلية. اول ما دخلوا لقوا البومة، وهم كانوا هيمشي عشان البومة كانت قاعدة في البيت ده. بس يا صحابي اللي طلع ان البومة كانت متضايقة قوي وراحت نقرت النحلة بمنقرها، والنحلة اتضايقت وكل النحل يا سندريلا راح اتجمع عند البومة وقعدوا يقرصوا فيها، وراحت طلعت تطير بره البيت عشان تطلع بره، والنحل كمان فضل يطير وراها. ونقار الخشب عرف يا صحابي هنا مين اللي كان بيقعد في بيته، وكمان شاف البومة والنحل بيجري وراها. الكسلانين يا صحابي وحشين، ما نبقاش زي الكسلانين، خلونا زي الشاطرين. يلا انا عارفة ان انتوا هتدخلوا عشان انتوا شاطرين على قناة يوميات جوجو، وتنزلوا دلوقتي تفعلوا زر الاشتراك وتحطوا لايك كمان. يلا يا شاطرين انا مستنياكم، باي.